السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض مج نسكافيه حكايه واحلى من الكافيهات كمان. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد. هنسمي الله. محتاجين ايه علشان نعمل مج النسكافيه الحلو ده؟ محتاجين سكر ونسكافيه وميه بس كده. هناخد 3 معالق سكر بالمعلقه الصغيره بتاعت الشاي، وده النسكافيه البلاك العادي معلهوش اي اضافات. هناخد منه معلقة ونص علشان المج ده كبير. لو المج اللي عندك اصغر شوية هتاخدي معلقة واحدة بس. وهنضيف عليه 3 معالق مية، 1 2 3 بس كده. وهنضرب بقى، ركزي في لون النسكافيه. هنفضل نضرب في النسكافيه لحد ما يبقى قوامه كريمي، وكل ما نضرب اكتر والقوام يتقل معانا هيدينا فوم اكتر. لو ملاحظين كل ما نضرب اللون بيبقى افتح والقوام بيتقل معانا. وزي ما انتوا شايفين بنضرب النسكافيه بالمعلقة، مش محتاجين مضرب نسكافيه ولا حاجة. تمام، هو ده المطلوب. قوام تقيل ولون فاتح زي الكريمة بالظبط يا جماعة. لون فاتح وقوام تقيل وهو ده المطلوب. هنبدأ نضيف اللبن المغلي عليه بالتدريج. اوبا، حصل خير. هقلب بالراحة خالص علشان ما اخرجش الهواء منه. ما بنضيفش اللبن مرة واحدة، اللبن بنضيفه بالتدريج ونقلب بالراحة خالص علشان يدينا الفوم اللي هتشوفوه معانا في اخر الفيديو. قولولي يا بنات ويا شباب، لما بتدخلوا اي كافيه وتطلبوا مج نسكافيه زي ده بتدفعوا فيه كام؟ وخاصة بعد ارتفاع الاسعار. ان شاء الله لو جربتوه بالطريقة دي هتعشقوا النسكافيه. واتمنى لو جربتوه وعجبكم تكتبولي في الكومنتات رأيكم فيه ايه. وزي ما شفتوا معانا في الفيديو ما خدش مننا وقت خالص، وطريقته بسيطة وسهلة بس طعمه حكاية. شايفين الفوم؟ تقريبا نص المج فوم، ما شاء الله. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو لكل حبايبكم. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تنوروني وتشتركوا في قناتي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.